السلام عليكم، أنا سارة وهبدأ أشرح لكم اللغة المصرية القديمة الخط الهيروغليفي. بس أبدأ أشرح لكم اللغة المصرية القديمة لازم أعرفكم حاجة، وهي إزاي إحنا عرفنا نقرأ اللغة المصرية القديمة، وهل يا ترى هي دي النطق بتاعنا اللي بننطقه دلوقتي هو ده النطق اللي بننطقه أيام المصريين القدماء؟ هل يا ترى هو النطق، ولا إحنا جايبينه منين، أو قدرنا نتوصل إليه إزاي؟ فكل ده هنعرفه في الفيديو دوت. خليكم معايا. أول حاجة لازم نعرفها اللغة المصرية القديمة مكونة من 4 خطوط: خط الهيروغليفي، والخط الهيروغليفي، والخط الهيراتيقي، والخط الديموتيقي، والخط القبطي. طب هل يا سارة كل خط منهم ليه استخدام؟ كل خط من الخطوط دي ليه استخدام. يعني مثلا عندنا الخط الهيروغليفي ظهر في مرحلة معينة أيام المصريين القدماء، من أسرات معينة ظهر الخط دوت، وهي خط العلامة الكاملة اللي طبعا أغلب شرحنا هيبقى عليه، الكلام كله هيبقى على الخط الهيروغليفي. اما الخط الهيراتيقي وده اختصار للخط الهيروغليفي. خط الهيروغليفي خط العلامة الكاملة زي خط النسخ في اللغة العربية. الخط الهيراتيقي خط مختزل من الخط الهيروغليفي، مختزل، يعني هنلاقي الألف مثلا مرسومة كده، فده اختصار للعلامة